القرآن الكريم كله خير وبركة ونفع لينا في الدنيا وفي الآخرة. في 3 كلمات في القرآن الكريم بيتكرروا كتير، فيهم راحتنا وسعادتنا ونجاحنا وكمان حل مشاكلنا. ال3 كلمات دول لو خدناهم مبدأ في حياتنا وعشنا بيهم هيفرقوا معانا كتير. عايزين نعيش في الدنيا بمبدأ واستعينوا بالصبر والصلاة. كي استعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أمور حياتنا، نستحضر النية، وقبل ما نبدأ أي شيء بينا وبين نفسنا استعنا بالله عز وجل، ونجدد النية من وقت لآخر. الصبر، كلنا بنعرف الصبر وبنسمع عنه وبنتكلم عنه وفاهمينه كويس جدا، لكن احنا عايزين نعود نفسنا على الصبر علشان نتعلمه ونتحلى بيه، لأن الصبر جزاؤه يستحق فعلا إن احنا نتدرب عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومفيش حد بيصبر إلا وبيفوز، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا وللصابرين. تالت حاجة الصلاة. طبعا الصلوات المفروضة مفيش كلام بنلتزم بيها، دي أكيد فروض، لكن احنا بنقصد هنا الصلاة لما يكون عندي هدف معين، علم، مشروع، مشكلة عايزة أحلها، مهموم، أيا كان، أعود نفسي على ركعتين أو حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمني أصليهم لحد ما أوصل للهدف اللي أنا عايزه، سواء كان الركعتين دول بالنهار، وطبعا أفضل إن هما يكونوا بالليل وأجمل طبعا، ويبقى قيام ليل، وأدعي فيهم وأكلم ربنا سبحانه وتعالى لحد ما أوصل للهدف. كل أمور حياتنا هتمشي وهتبقى جميلة وهنقدر عليها وهنحققها إن شاء الله في الدنيا، ونقدر عليها في الآخرة زي ما قلنا، إذا استعنا بالله، وإذا صبرنا، وإذا صلينا. جزاكم الله.